الدمعة على الحسين لا تقدر بثمن، تصنع الأعاجيب في الناس. أولا هو البكاء ينظف باطن الإنسان، ينقي الدمع اللي الإنسان يذرفه على الحسين، ينظف باطنه، يطهر قلبه ضميره. وهاي مسألة محسوسة بالوجدان. الذين يبكون على الحسين يشعرون في حال البكاء وبعد البكاء أنهم نظفوا من داخلهم، طهروا من داخلهم. هذه الدمعة أعظم دمعة تذرف على قضية إلهية. لا يوجد دمع أعظم قدرا وقيمة من الدمع الذي يذرفه المؤمن على سيد الشهداء صلوات الله عليه. الله وأولياؤه يتقبلون من الباكين على الحسين ويقربوهم. لذلك لاحظوا في الروايات معاني كثيرة أكو في هذا الشأن. هي وسيلة هذا الدمع، وسيلة الاتصال بآل محمد عليهم السلام. لذلك المجلس الذي يعقد ويذكر فيه الحسين ويبكى على الحسين، أرواح آل محمد تطوف به، خاصة رسول الله وفاطمة سلام الله عليها. هذا ما يستفاد من الأدلة، وهو اليوم من أقرب وسائل الاتصال بحجة الزمان صلوات الله عليه.